عالسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نعمل صابلي. هذه المكونات نتاع الصابلي نتاعي اليوم. باش نعمل كمية كبيرة شوي. لهنا عندي كيلو زبدة. الزبدة هذه بيتها لبرا تكون طرية. كيلو زبدة هذا عليه كيلو فرينة، عليه 500 جرام انشا. باش نعمل 400، ونعمل 400 هذه نقسمها على زوز، معناها 600 جرام سكر رطب. لهنا عندي 8 بيضات، بيض 8 كعبات، عندي زوز سكر فانيليا، وعندي 1 خميره. باش نعمل ورد شوي ان شاء الله تكون مكونات تاعتي واضحه. ونبداو حبيبتي. لنا حبيبتي باش نبدا نحضر الصابلي نتاعي. نحط البيض والزبده، نخلطهم كلهم مع بعضهم حتى تولي هكا. نصب عليها السكر رطب، سبيت باكو نص، ونصب نشا. صب النشا، حاولنا سرعت لكم في الفيديو، جيكم الفيديو قصير. نصفي الفرينة، نغربلها الكل. مزلية شوية هذوما بتاع الفرينة، نحل فيهم الخميرة. صب سكر فانيليا، صب الغطاء بتاع ما زهر، ونحرك. اشوفوا بالطريقة هذه حتى تتلم لي العجينة الكل. شوفوا العجينة ما نعجنهاش برشا. حبيتي اذا جتكم طريه تقدروا تزيدوها شوي فرينه، خاطر الفرينه كله مش كيف بعضها، تعمل تشرب وتعمل لا. بالنسبه لي هكا باهيه، تجي العجينه مش يابسه ومش طريه برشا. نلمها بيدي بالطريقه هذه حتى تتلم لي العجينه الكل. لهنا حبيتي تلمت لي العجينه. شوفوها كيش تكون، كيف هكا. قسمتها على زوز، هذيك نخليها ترتاح، وهذه نبدا نخدم فيها. بالنسبه للصابلي راكم تخدموه ديريكت، يعني ما تخلوش يرتاح. نحل العجينه بالقلقال، على خاطر باش تحط كعبتين فوق بعضهم، ما نعملهاش خشينه برشا. هذا الطابع نتاعي باش نعمل برشا اشكال اليوم. اذا نحسوه يلصق لينا نحط شويه فرينه. كيف هكا كيف ما شفتوا هذا. هكا جيني هكا طبق. نحط درجة الحرارة 150، نحل عليها من الفوق ومن اللوطة ونخليها تطيب. بالنسبة للكمية هذه الشطار نتاعها باش نعملها هكا، نقبها هكا، والشطار الثاني نخليه مسكر.
عملت برشا اشكال كيف هكا، كيف ما تشوفوا نجمة، قلب، دائرة، شوفوا اشكال هكا. كل يعني شكل تحطوا له كعبة مسكرة وكعبة تنقبها باش تحطوهم بعض فوق بعضهم. هل لهنا كي نحضروا طابو مازالت لي الكمية هذه نستنى فيها. حبيتي لهنا طابو كل. بالنسبة للحشو متاع الصبلي عملوا اللي تحبوا عليه. بالنسبة لي لهنا باش نعمل فستق وشوكولاتة ومعجون. نزينهم بالكعيبات هذوما، الاختيار ليكم في الزينة. شوفوا الشكل الثاني، وهكا حبيتي حتى اللي نكملهم الكل. شوفوا هنا كملت كعيباتي الكل. ذوبت شوكولاتة وحطيتها في ساشي صغيرة ونقبتها ونزين بها بالطريقة هذه. شوفوا هكا سهلة، نخليها حبيتي تبرد ومن بعد نقدمها. شوفوا محلاها، جتني كمية ما شاء الله، كمية كبيرة. ان شاء الله يا رب يكون الصبلي متاعي اليوم عجبكم، وعيدكم مبروك، وكل عام وانتم بالف خير، صحة وسلامة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.